شوف يا عم فلوسك يا عم. بس انا راجل كريم يا باشا ايه؟ بتاع الحاجات دي. طب ليه ما طلعوش برضه في المدرسه؟ انت ما حبيتش ده؟ لا قلت لا مش كفايه انا. يعني اكتر طموح ليك ايه؟ ما بفكرش في اي حاجه خالص؟ خالص. الحمد لله اللي احنا عايشين. طب كام بطاطا عندك يا عم؟ خلينا عاوز جيب 10 و15 و20. 15. ايه يعني قد ايه ب 15 كده؟ ايه؟ قد ايه ب 15؟ الطبق ده يعني 3 مثلا يعني ولا كام؟ مش عارف والله على حسب ما يشيل. حسب ما الطبق يشيل؟ يعني 10 كيلو مثلا يشيل يبقى انت اسمك ايه؟ كريم يا باشا. ماشي يا عم كريم. يبقى انت هتيجي هتديني باسمك صح كده؟ اديني بكرمك. خلاص يا عم هات لي ب 15. طب منين يا كيمو؟ منين يا باشا؟ منين؟ منين يا اجدع ناس. انا من المحله غرباوي يعني مش صعيدي. شكرا يا كيمو. تسلم خلاص طيب. حبيبي يا كيمو. خلاص والله. حبيبي يا كيمو. اي خدمات؟ يلا. ربنا يخليك يا كيمو. تسلم يا رب. فلوس تمام؟ شوف يا عم فلوسك يا عم. تمام كده؟ ماشي. اي خدمات؟ طب بقول لك ايه، صلي على الحبيب. انا كنت بصور فيك كاميرا خفيه وسبت المحفظه قصد. شوفك انت هتدهاني ولا لا. ماشي؟ والكاميرا في العربيه اهي. بس انا راجل كريم يا باشا ايه؟ بتاع الحاجات دي. ما هو انا عارف ومتاكد ان انت كريم، عشان كده ايه انا كنت اقصد ان انا اصورك. بص يا سيدي، انا قصدت ان انا اسيب لك المحفظه اشوف ان انت ايه هتدهاني ولا لا، وكنت عندي احساس كده انت هتدهاني، قلت امشي اشوف اعمل فيها كده، وانت طلعت الصراحه ايه قد الموضوع واكتر كمان. الله يخليك احكي لي يا بقى انت باشا. اسمك ايه بقى، احكي لي عن نفسك بقى، نتكلم قصاد الناس بقى. كريم يا باشا. اسمي كريم؟ كريم. عندك كام سنه يا كيمو؟ عندي 16. عندك 16 سنه؟ اه بتشتغل بقى لك قد ايه هنا؟ 3 اشهر. بتدرس اصلا ولا لا؟ بدرس بس طلعت منها. عشان الشغل ولا عشان ايه؟ عشان الشغل يعني ومصاريف البيت حاجه زي كده. تصرف على حد ولا ايه؟ على اخواتي يا باشا. ليا 3 اصغر من واحد عنده 11 سنه وواحد عنده 10 وليا اخ صغير كده. طب هم فين؟ هما ما بيصرفوش ليه؟ هو الصغيرين يا باشا. لا بيدرسوا. والوالد فين؟ ايه؟ الوالد الحاج فين؟ الحاج كبير في السن يا باشا. طب قول لي يعني البطاطا والكلام ده بيجيب معاك يعني نتيجه ولا؟ بيجيب يا باشا الحمد لله يا باشا. بتكسب قد ايه كده؟ تعمل لك أنا مثلا شغال 10000 مع- جنيه في اليوم ولا مش ولا ليه؟ ده انا شغال مع واحد يعني اقل من بيدي. 10000 جنيه؟ لا هو 3000 جنيه في الشهر. بيطلع لك كام في اليوم تقريبا؟ 3000 جنيه في الشهر يعني عليهم 100 جنيه. عليهم 100 جنيه. ده مكسب ولا بالبضاعه لا بكل ده انا حاجه؟ شغال مع واحد يعني هو بيجيب لي الحاجه بيجيب لي اي حاجه. بس انا شغال معاه ابيع له يكش ابيع له ب 20000 جنيه ياخدها. ابيع له بجنيه ياخدها. بتسافر كل قد ايه بقى؟ بقعد شهرين 3 واروح اقعد 15 يوم شهر. طب ليه ما طلعوش برضه في المدرسه؟ انت ما حبيتش ده؟ لا قلت لا مش كفايه انا. يعني انا هشتغل عشان اصرف عليهم بس هم لا هم يدرسوا. كان نفسك تخلص تعليم؟ الصراحه لا مش حابب. لا انت ما كنتش عايز اصلا تكمل؟ ليه؟ ما بحبوش التعليم يعني. زهقت منه؟ مدارس الواحد كل يوم يتعارك ومدارس بقى زراعه بقى بيعوروا بعض ومشاكل كتير. بالنسبه لك كنت انت الشغل كان احسن يعني؟ بس مش شغل انا احب الشغل يعني مشكله برضه، بس مشكله برضه انت قاعد يا كريم شايف الشمس جامده وطول اليوم قاعد. لا عادي متعود يا باشا. بجد؟ شغال بقالي من كام سنه؟ بقالي كتير. كام سنه؟ يعني من حوالي وانا عندي 8 سنين. بتهرج؟ يعني من 8 سنين وانت شغال؟ اشتغل عندنا بقى حلاوه غزل البنات ديت. ده عندكم في المنيا؟ كنت بسرع بيها بقى وابيع لا اجيبه وادي لهم. انت عارف في رجاله شنبات وربنا مديهم صحه واهلهم وقاعدين من غير شغل ما بيشتغلوش؟ كتير يا باشا. بتشوف ده؟ كتير. ايه بتفكر في ايه فيهم يعني؟ بامانه بقول دولت يعملوا ايه بقى؟ دولت يعملوا يصرفوا ازاي ولا ياكلوا الشرب؟ بتفكر في ايه؟ بتقعد قد ايه في اليوم يا كريم؟ 12 ساعه في الحر ده؟ ما بتزهقش؟ ما تجيش مثلا مره تقول انا قرفت انا مش مكمل شغل بامانه؟ لا انا لما ازهق من الشغل بروح اروح اي مكان تاني. تغير ايه؟ بتغير مكان ولا لا بروح القاهره اشتغل في الحلميه كده
موال اسمنت ورمله قصدك تغير من البطاطا تغير حاجه تانية يعني. كل يعني مزهق اروح اغير. تزهق احيانا من الشغل ولا من البطاطا؟ من الشغل بشكل عام. ليه بقى؟ يعني الواحد بيقعد شهرين يشتغل بيزهق، يروح يقعد له 15 يوم يجي تاني يروح، بس ما اجيش هنا بقى على هنا بروح الحلميه. كان نفسك تبقى يا كريم انت صغير كده، انت قاعد في البلد، فكرت بايه؟ فكرت بايه ازاي يعني اكتر طموح ليك ايه؟ ما بفكرش في اي حاجه خالص. ليه؟ بحمد ربنا واشكره على اللي انا فيه، يعني الحمد لله اللي احنا عايشين. يعني راضي باللي انت فيه ده؟ راضي. مش عايز تبقى عندك احسن؟ مش عايزك تبقى تكبر يبقى انت حاجه عامل حاجه مثلا؟ لا عامل هو انا عايز اكل واشرب بس واصرف على الجامعه، عادي اللي انا عايزه. تاكل وتشرب بس. مش عايز اي حاجه ازيد من كده. طب انت يعني برضه انت لسه صغير، لازم يبقى عندنا امل في الحياه كده. لا ما احنا المنيا بقى من الصغيره لازم نتعود الواحد على الشغل. لازم الواحد يشقى يتعلم. هو مش في المنيا بس يا كريم، هو في الحياه لازم ان احنا كلنا في الحياه نشقى من صغرهم. اهم حاجه ان في ناس كبيره ولا قادره تشتغل ولا بتعمل اي حاجه. فاحنا بنحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها. طب انت قول لي، انت شايف حظك ايه في الدنيا بامانه؟ شايف حظ حلو. بامانه برغم اللي انت اللي فيه دوت والحر، انا واقف قدام البطاطا ما قدرتش اقف اصلا من الحر. متعود يعني على الحر والحاجات دي. يعني انت راضي باللي انت فيه ده؟ راضي. مجيش يوم كده يئست قلت يا رب انت ليه عملت فيا كده يا رب؟ لا. ولا بتشوف العربيات؟ اصل انت معظم اللي بيجي لك بعربيات وعربيات نظيفه كمان وكده، عمرك ما حسيت ان انت؟ لا. ولا اي حاجه. ولا فكرت في اي حاجه. قول لي ليه؟ هو انا بحمد ربنا اللي انا عايش بس. والله انت جميل يا كريم، اقسم بالله انت جميل. الله يخليك. انا فرحان ان انا واقف معاك. انا بتشرف، والله بتشرف ان في رجاله. انا ابني تقريبا من سنك، انا اتمنى يكون ابني زيك والله العظيم. ايوه عشان انت راجل. طيب بص يا سيدي بقى، صلي على الحبيب. احنا بنلعب لعبه في برنامجنا، البرنامج ده اسمه تبسم، بنصور مع الناس الجميله اللي بتبتسم كده. ماشي. نلعب لعبه حظ كده. انت قلت لي انت حظك حلو صح؟ الثلاث اظرف دولت انت بتعرف تقرا ولا ما بتعرفش تقرا خالص؟ لا خالص. طيب يبقى دي حاجه كويسه انك ما بتعرفش تقرا. ليه بقى؟ عشان الظرف من الاظرف ده جوه مكتوب فيه انت كسبت او خسرت. فانت لو كسبت انا هضحك عليك ان انت خسرت، انت مش هتعرف، فانا هخدعك. لا بضحك معاك. فاحنا ظرف من الاظرف ده جوه كارت، في واحد فيهم في الثلاث اظرف بيقول انت كسبت، الاثنين التانيين انت خسرت. تعال بقى نسمي بسم الله ونشوف حظنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الامور الوسط. تعال نشوف يا ترى يا كريم هتكسب ولا تخسر. مبروك انت كسبت. كسبت ايه؟ كسبت ايه يا سيدي؟ بص دي هديه بسيطه مننا. امسك دي هديه بسيطه. امسك ده الزهر ده. دي هديه بسيطه ما تفتحوش خلاص. دي حاجه ليك انت بسيطه جدا، عشان انت راجل امين. ده في الاول انت وقفت وسبت لك المحفظه، والمحفظه كان باين انها فيها حاجات. فيها حاجات كتير. وانت ما رضيتش ان انت تاخدها. وعشان ده انت امين، فربنا فعلا بيعوض الناس الامنه، الناس الشقيانه، الناس الجدعه والناس الرجاله. انت فرحان ولا زعلان الاول؟ لا فرحان بصراحه، لما شفتك فرحان بجد. حاسس انك عينك زعلانه كده. لا هو انا لما بفرح كده بتفرح تدمع. والله. طب ايه اللي فرحك؟ ان انا الظرف ده بصراحه. بجد حاسس ان هي حاجه ربنا خفف على قلبك. كنت النهارده دعيت دعوه كده ولا امك دعيت لك دعوه النهارده؟ ابويا بيدعي لي والله. ابوك بيدعي لك؟ ابويا شيخ الجامع يعني. قول لي امنيه نفسك فيها. اي حاجه امنيه. لو انت غمضت عينك كده وقلت يا رب نفسك في ايه؟ نفسي في مكنه. نفسك في مكنه؟ عشان تعمل بيها ايه؟ بحب المكنه ناوي تشتغل بيها برضه ولا لا اشتغل تروز بيها بقى ديليفري. تشتغل ديليفري؟ احنا نتمنى ان شاء الله ان ربنا يحقق لك امنيتك. اتمنى ان انت تبقى احسن واحسن كده، ويبقى عندك بقى مشروعك اللي بتاعك، الفلوس بتاعك اللي هي اللي تيجي وتعمل كده، تقف على
عربيه بطاطا صغيره. اتمنى ان شاء الله برضه ممكن حد يتبنى الموضوع ده، يبقى عندك مكان ثابت كده في شارع وتبيع فيه حاجات. لو عندك مكان ثابت تعمل فيه ايه؟ ايه المشروع اللي ممكن تعمله؟ تعال نفكر مع بعض كده. معرض عربيات. ياه، ده انت شفت الطموح بقى اهو. حلو اهو. حلو الطموح. ليه لو لا؟ انا عندي يعني. ايوه ليه لا؟ هو ده اللي قاعد اقوله لك. ليه لا؟ هو ربنا قادر يوصلنا ولا مش قادر يوصلنا؟ شكرا يا كيد حبيبي. يلا اشوفك على خير. ماشي، هاخد رقمك. معاك تليفون ولا لا؟ معايا التليفون بس مع صعب ماشي، انا هسيب لك تليفوني عشان انت لو عوزت اي حاجه هتكلمني. اتفقنا؟ ونبقى اصحاب. ماشي يا جيمو. يلا اشوفك على خير ان شاء الله. لما وتفكر ده كلنا في الحياة اسباب، وحكمة ربنا اتعلم. مفيش رزق اتكتب في كتاب ما جاش في ميعاده فتبسم. بايدك ايه غير انك تحمل